السلام عليكم مشتركاتي الغاليات واللي يشوفوا فيا اول مره، نقول لهم مرحبا بكم معايا في قناتي. اليوم جيتكم بهذا البغرير المثقب كيما الشهده. هذا البغرير راح يوجد فيه 5 دقائق بدون ميكسور وبدون خلاط كهربائي. شوفوا كيفاش راه مثقب، يعني يجي خفيف و5 دقائق يوجد. راح نروح مباشره للمقادير وطريقه التحضير، تابعوا معايا. اول شي هنايا عندي 3 كيسان من السميد رطب. السميد تاعنا لازم يكون رطب. راح نضيف معاه مغرف كبيرة خميرة الخبز وملعقة صغيرة من الملح. نخلط هذا النواشف مع بعض وراح نبدأ نضيف الماء. هنا عندي 4 كؤوس ماء، بصح راح نضيفهم غير بالواحد. نضيف الكاس الاول وهذا الكاس الثاني. بالنسبة للماء لازم يكون دافي. شوفوا الطريقه اللي راني نخلط بها، شوفوا راني شغل ماني نعبز عليه برك، مانيش ندلك ولا كما راكم تشوفوا باش ما تكونش يعني هذاك العلك. راح نخلطه بهذه الطريقه ونضيفوا الماء غير بشويه. هنا راني ضفت 2 كيسان تاع الماء الدافئ وراني نخلط بهذه الطريقه. وراح نبدا نضيف الكاس الثالث. شوفوا كيفاش راني نخلط باش ما يتربلناش هذاك العلك. هنا راني نضيف في الكاس الثالث بالتدريج، نضيفه بالتدريج ونخلطه كما راكم تشوفوا حتى نكملوا كمية الماء. يعني هنايا التخلاط ما راحش يدينا وقت، يعني في 5 دقائق راح نكملوه وراح يجيكم بغرير مثقب كما شفتوا في الاول الصورة. راح نكمل الخلط بهذه الطريقة، نضيفوا الماء غير بشوية ونخلطه. مشتركاتي ما نقولكم ما تنسونيش بالاشتراك واللايك في القناة باش تطلع لكم كامل الوصفات وتشوفوهم. شوفوا هنا راح نبدأ نخلط بهذه الطريقة، خلطوه جيدا هكذا. هذا الكاس الرابع راح نضيفه ثاني بشوية ونخلط كما قلت لكم، يعني مداليش 5 دقائق، نضيف غير بشوية ونخلط حتى نكمل كامل كمية الماء. هذا البغرير ناجح 100%، يعني ما تخافوش انه ما يجيكمش مثقب ولا. وفي الاخير راح نضيفوا له مكون. ما حبيتش نقطع لكم الفيديو هنايا باش تشوفوا الطريقة كاملة، يعني سهلة وراح يوجد لكم في 5 دقائق. نكمل الكاس الرابع، نكملوه كامل الكمية هذه اللي عندنا. وهنا راح نتحصلوا على قوام خفيف، هذا القوام اللي نتحصلوا عليه. لهنايا الخليط تاعي راح نديرو في اناء ونخليه يخمر. تخلوه يخمر يطلع لنا مليح ونرجعوا ليه. هنا راح نغطيه ونخليه يخمر. لهنايا بعد ما خمر لي وضاعف الحجم تاعو. شوفوا الخليط تاعنا كيفاش يكون، راح يكون مثل الرغوة. هنا بعد ما خمر لي راح نهبط له كامل هذاك الخمور كما راكم تشوفون، نخلطوه هكذا باش يهبط لي شويه. وراح نضيف المكون الاخير اللي هي كيس خميره كيميائيه. هذاك الكيس نضيفوه، لازم نغربلوه باش ما تبقى لناش هذوك الكور في العجين. نغربلوه كيما هكذا ونخلطوه مع العجينه تاعنا. راح نتحصلوا على خليط خفيف وراح نبدا مباشره نطيبوه، ما نخلوش يخمر، راح نطيبوه مباشره في المقله تاعنا. هنا سخنت المقله، نديروها على نار متوسطه ونطيبوا البغرير تاعنا. شوفوا البغرير كيفاش راهو يتثقب، يعني بغرير ناجح 100%. ان شاء الله تجربوه وراح تتحصلوا على نفس النتيجه. شوفوا كيفاش راهو يتثقب.
النار لازم تكون متوسطة، وما تخافوش انه ما يحمر لكمش، راح يجي محمر ومليح. هنا خليت لكم الصورة باش تشوفوه جيدا. شوفوه هنا بعد ما طابت لي، شوفوا كيفاش مثقب وحمر. راح نزيد معكم حبة باش تشوفوها جيدا. يعني البغرير هذا راح يجيكم روعة، ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه. كما شفتوا البغرير تاعنا خدمناه غير بالسميد وحده، ما درنالوش كامل الفرينه، وراح يجيكم خفيف ويجيكم هاين، ما يجيكمش معجن. شوفوا معايا البغرير كيفاش راهو مثقب، يعني يجي روعه روعه. ان شاء الله تجربوه وراح تنجحوا اكيد فيه. وتقدروا تدهنوه، يعني انا درت له الزبده والسكر، وكاين يديروا له المعجون، وكاين يديروا العسل والزبده. ما تنسونيش بالاشتراك في القناه واللايك. ووصلنا لاخر الفيديو، ونقولكم مع السلامه.